أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. وما كان لنفس أن تؤمن بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا ربنا لا نقول إلا ما يرضيك وما يعطيك يا ربنا من دليل إيماننا ويقيننا وتسليمنا المطلق لك، فأنت الله الخالق الرازق، منك وإليك. أنت خلقتنا ونحن نعود إليك، وهذا مذلول. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد أيها الحضور الكريم في هذا المقام الجلل، حيث أودع معكم والدتي وكل والداتنا عزيزات علينا، لكن يشهد الله أن سندي بعد الله كانت أمي ثم أبي، وما توفيقي إلا بالله. فلولا الله ثم سند هذه الأمومة السابغة الحانية وذلك الأب الشامخ ما كان خالد مشعل، فما أنا إلا إنسان الله تعالى من عليه ووفقه. رحمك الله يا والدتي، أسكنك الله فسيح جناته. يا أم خالد، أنت اليوم بعد 7 سنوات من رحيل والدنا أبي خالد سبقك إلى ربه سبحانه وتعالى في الأيام الأولى من رمضان، وها أنت تلحقين به في غرة الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. أسأل الله لك وله الرحمة والرضوان. الله يجزيكم عني وعن إخواني وأخواتي وأحفادي وذرارينا كل خير. فما أنا العبد الفقير إلا صفحة من صحائفكم النيرة المشرقة. أسأل الله أن أكون صدقة جارية يمتد أجرها وفضلها ونفعها لك ولوالدي. فهذه ثمرة التربية والبناء، فقد تشربنا منكم معاني الإيمان ومعاني العزة والدين وحب القرآن والرجولة وحب الوطن وعشق الأرض والجهاد والمقاومة. يا أم خالد، رحلت إلى ربك وأشهد ولا أتألى على الله، فقد ذهبت إلى دار الحق ونحن ما زلنا في دار الباطل. أشهدك يا ربنا أن الحاجة فاطمة أم خالد هذه المرأة امرأة مؤمنة صابرة، علمها قليل فهي أمية لكن قلبها عامر بالإيمان. كم كانت تؤثر فيها آيات القرآن، كم كانت تؤثر فيها مشاهد مكة والمدينة وإطلالة المسجد الأقصى المبارك. هذه الأم رحلت إلى ربها، كانت والله محبة للأردن، وها هي اليوم تدفن في ثرى الأردن العزيز، وهي محبة لفلسطين، وفلسطين على مرمى حجر، وسيدفن في فلسطين أبناؤها وأحفادها وذراريها الذين علمتهم وعلمهم أبوهم أبو خالد طريق الجهاد والمقاومة. جزاك الله خيرا يا أمي، بارك الله فيك. أسأل الله أن يرفع قدرك. لقد تعبت في الشهور الماضية منذ سنوات وأنت
تتعذبين. وقلت في نفسي لعل الله قد قيض لك مقاما رفيعا عنده، أسأل الله أن يكون الأمر كذلك، فأراد أن يرفع درجتك بهذا البلاء، وكنت صابرة محتسبة. لك الرحمة والرضوان يا أمي، جزاك الله عنا كل خير، ورحمك الله يا والدي، ورحم أمواتنا. أسأل الله أن يرحم آباءكم وأمهاتكم وأبناءكم وبناتكم وأقرباءكم وذراريكم، أن يرحم أمة العروبة والإسلام، هذه الأمة المكلومة المعذبة. أسأل الله لها الرحمة، وخير طريق للرحمة الإيمان أولا، والجهاد والعزة والكرامة ثانيا. بهذا ترحم أمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الحضور الكريم، أسأل الله ليجزيكم عنا خير الجزاء. أشكركم جميعا بمقاماتكم، بأسمائكم، بمواقعكم، وأشكر هذه الأرض المباركة، هذا البلد الكريم الأردن الذي أحببناه كما أحببنا فلسطين، عشقناه كما عشقنا فلسطين، وندافع عنه كما ندافع عن فلسطين. هذه الأرض جزى الله قيادتها، وجزى الله شعبها، وجزى الله أهلها وعشائرها ومدنها وقراها ومخيماتها وباديتها. أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. واسمحوا لي في الختام أن أدعو لوالدتي راجيا منكم إخلاص الدعاء، لعل الله في هذه اللحظات يمن على والدتي وعلى أمهاتكم وآبائكم وأهلينا وأقربائنا بالمغفرة والرضوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا منان يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ندعوك بمفاتح الخير والدعاء والاستجابة، ندعوك بقلوب منكسرة مسلمة لك يا ربنا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. نبرأ إليك من حولنا ومن صولنا ومن قولنا ومن فعلنا، نبرأ إليك من كل شيء ونتعلق بك يا ربنا، فمنك الرجاء وإليك الملتقى، وأنت الرب الرحيم العظيم. أسألك اللهم في هذه اللحظات المباركة، في هذا اليوم العظيم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، في هذه الأرض المباركة الطاهرة أرض الأردن، على مرمى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أسألك يا ربنا أن تمن على والدتي فاطمة بنت عبد الرحمن بنت عبد القادر مشعل. اللهم من عليها بالرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم اغفر لها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم ارفع مقامها، ارفع قدرها. اللهم يا ربي اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ربنا وسع لها في قبرها، مد لها قبرها مد البصر أجرا ونعيما، أرها مقعدها من الجنة. اللهم أرها مقعدها من الجنة. اللهم ارزقها رضوانك ورحمتك ومغفرتك يا ربي. فرج عنا بمصابنا. اللهم ارزقنا الصبر واليقين والتسليم. اللهم آجرنا في مصيبتنا. اللهم عوضنا في مصيبتنا خيرا، اخلفنا فيها خيرا. اللهم أعني وعن إخواني وأخواتي وذراري أمي وأبي وأهلنا وأقربانا، أعنا على البر بهما بعد وفاتهما كما وفقتنا يا ربنا ببرهما في حياتهما. اللهم افتح علينا بكل أشكال البر يا رب والصلة
لأن أبي وأمي لهما بعدك يا ربنا فضل عظيم. اللهم ارفع مقامهما، اللهم ارفع درجاتهما، اللهم اجمعنا بهما في الجنة، اللهم اجمعنا بهما حول حوضك، حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا من علينا بالرحمة والمغفرة والرضوان. لا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم قلوبنا. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا ربنا. ارحم شهداء الأمة، وارحم أمواتها، وارحم أبنائها وبناتها صغارها وكبارها. اللهم وعاف جرحاها، اللهم وعاف جرحاها، وفك قيد أسراها. اللهم يا ربي وفرج عن مبتلاها. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا الإخلاص والتوفيق ودوام النعم وحسن الختام والشهادة في سبيلك بأحسن خاتمة. اللهم اقبض أرواحنا شهداء في سبيلك وأنت راض عنا، وألحقنا بالأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وألحق أهالينا وأبناءنا وبناتنا وذرارينا وآباءنا وأمهاتنا بنا يا رب العالمين. تقبل منا، اللهم تقبل منا ومنكم، تقبل منا سعينا. جزاكم الله كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.